بص يا سيدي، طيب يا باشا اسمعني، انت نفسك دقيقة تسمعني، بس دقيقة تسمعني. علق على اللي انا سألتك سؤال، قلت لك عندك المتعة حلال، قلت لي حلال، قلت لك خلاص مفيش مشكلة. طالما هي يا ابني عندك حلال يبقى مبروك عليك، بنتك تتمتع، اختك تتمتع، امك تتمتع، خالتك تتمتع، عمتك تتمتع. احنا بقى كأهل السنة يا جماعة، لو سمحت احنا بقى اهل السنة يا جماعة، مبروك علينا علمائنا، مشايخنا، صحابتنا، رسولنا اللي حرم المتعة. فمن خلال الأحاديث اللي موجودة عندنا حرمنا على بنتنا، على نفسنا الأول، وبعدين بنتنا، وبعدين أختنا، وبعدين أمنا، وبعدين خالتنا، وبعدين عمتنا. فمش هدخل أنا كتير في نقاش والحكاية والرواية. مبروك عليك، وأنت بالله عليك قول لي مبروك عليك التحريم، وأنا أقول لك مبروك عليك الحلية، لأن أنا مش بناتي هم اللي هيتمتعوا، بناتك أنت وهلم جرى. شكرا ليك، عشان أنا مش عايز وجع دماغ كتير.